بنائها. بدأت الحركة الكشفية في أوروبا في إنجلترا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الوطن العربي في مصر، ثم في فلسطين. وهنا نقول أننا في فلسطين نهتم كثيرا بالحركة الكشفية. فمن أهداف الحركة الكشفية تعزيز روابط الزهرات والكشافة بالأرض الفلسطينية وتعزيز انتمائهم كونوا من الطيب نصيب، كان خدمة كان معرفة مش احنا سعينا لهم. هذا انت سعيتي لهم يا ستي. عقول المثل العرس في عمور يا واهل الزاوية بترقص. يلا الريحة ولا العدم يم الخدمات انت. انا عارفة عنك بحكي لا فاهمني، لا انت فاهمني ولا انت سامعني. عقول المثل ذان من طين وذان من عجين. من وين تازل؟ وين ابو خالد زمان؟ في كل عرس كان لك فرص، لا سهرة ولا جاهة الا تكون على راسها. شو صير لك يا ابو خالد؟ عمرك ما قلت لا فلان ولا علان. فجعت قلبي يا مرة. ما عرفتش يا ام خالد اليوم الناس تغيرت، قالهم وقيلهم اكثر من افعالهم، فيش حل وسط عندهم، يطخ وتسر مخه. هذا الحكي ما بيعجبنيش. وين ايام السراج والسهرات وجمعات الناس ليالي طوال وحبها لبعضها ايد وحده، حتى اغانيهم احلى. قال دي جي قال وفي احلى من اغاني زمان. اسمعي تكلج. اسمع صب لك قهوة يا عارس دلي هازل، واسقيها لها العارس يا ريت يظل. صب لك قهوة ولا بالفناجير، واسقيها لا شابع رويها الامير. صب لك قهوة ولا بالغلايات، واسقيها لا بمحمد على الطرقات. مباراة الملبوس ولبسوا يا محمد مباراة